حفلنا الكريم سنعيش لحظات أرجو أن تكون لحظات تأمل وتفاعل نتذكر فيها سيرة رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم الخالدة، نتذكر فيها أخلاقه التي نشر بها رسالة الإسلام. مع أحداث هذا العمل الرائع الذي قام بتأليفه المخرج المسرحي الكبير الغني عن التعريف الأستاذ محمد عوض بصالح أطال الله في عمره، وأخرجه المسرحي الكبير سالم عبد الرب البكري، ووضع ألحانه الأستاذ نيازي جعفر بازياد والمنشد الشاب محمد عبود بروك، مع كوكبة من نجوم مدينة سعاد في مجال التمثيل والإنشاد الذين ذاع صيتهم بفضل من الله أولاً وبفضل موهبتهم التي لا يختلف عليها اثنان. لا نطيل عليكم، فأنتم الآن مع موعد لمشاهدة أوبريت إلا رسول الله. عندما يتطاول الكفار الملحدون على نبي الرحمة، على رسول المحبة، على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نحن فاعلون؟ نعم، ماذا نحن فاعلون؟ خلال أعوام مضت تنوعت الأراجيف وعلت أبواق الحقد والكراهية على الإسلام والمسلمين، على الرسالة التي أخرجت العالم من الظلمات إلى النور، الرسالة التي بعث الله بها محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتمًا للنبيين، الرسالة التي حملها الأجداد الأفداد مئات السنين، الرسالة التي انتشرت بالقناعة والمحبة بين الناس أجمعين، لم يكن يتم نشرها بالقوة أو الجبروت، إنما بالكلمة الحسنة والمعاملة المتساوية بين الناس. انتشر الإسلام، انتشر الإسلام كما لم ينتشر دين من قبله، لأن الإنسانية وجدت فيه خلاصها من واقع مرير وحياة عشوائية يأكل فيها القوي الضعيف، فأسلم الناس طواعية
ودخلوا في دين الله أفواجا. نعم، لأنهم وجدوا فيه حياة جديدة جديرة بالتأمل في هذا الكون الفسيح الذي خلقه الله عز وجل، وعرفوا مما لا يدع مجالا للشك بأنهم كانوا على غير هدى، فاهتدوا، وكان هذا عين الصواب. جن جنون الإمبراطوريات في ذلك الزمان، والتي كانت تسيطر فيه على العالم من الانتشار السريع للدين الجديد. حاولت بكل ما أوتيت من قوة وقف المد الإسلامي فلم تستطع، لأن الله عز وجل أراد لهذا العالم أن يتغير، أن يؤمن برسالة محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. دخل الناس في دين الله أفواجا، ومع الفتوحات الإسلامية أسس المسلمون دولة إسلامية ممتدة من الشرق إلى الغرب، في الجزيرة، في المغرب، في قارة أوروبا وآسيا، إلى الهند والصين شرقا. واستمر الإسلام عبر القرون في الانتشار، وتأسست الإمبراطورية الإسلامية القوية التي نشرت العدل والمساواة بين الأمم التي دخلت الإسلام، فعاش الجميع في أمن وسلام. لم يرق للغرب هذا، لم يرق لهم، لأن المسلمين أمسكوا بناصية التطور والتمدن والعلوم في كل المجالات. تآمرت أوروبا منذ القدم على الإسلام والمسلمين خلال قرون ماضية، نجحت في مواطن وفشلت في أخرى، ولكنها لم تسلم الراية أبداً ولم تعترف بهزيمتها على الإطلاق. وربما ساعد بعض المسلمين هذا المعتدي دون وعي منهم ضد إخوانهم، وكانت المصيبة أكبر. قسم الغرب دولة الإسلام بعد الحرب العالمية إلى دويلات كي يتسنى لهم تحقيق أطماعهم. نجحوا في البعض من ذلك، ولكن في حدود ضيقة. لم يكن المسلمون عن هذه المخططات الغربية المشبوهة بغافلين، قاوموا كل أنواع التسلط والاستعمار خلال تلك الفترة، وحموا ديار الإسلام بكل غال ونفيس. لم تيأس القوى الاستعمارية ولم تستسلم، وهي ترى صمود المسلمين وحفاظهم على دينهم وأرضهم رغم كل الظروف. شباب يبذلون النفوس رخيصة
من أجل حماية الإسلام من كل إساءة، من كل ما يحاك له من تشويه ويراد له من تشتيت. تصدى الشباب المسلم، تصدى الشباب المسلم لكل أنواع المغريات الغربية، وحموا وصمدوا وحموا أرضهم وبلادهم من كل الهجمات، وهم لا زالوا وسيظلون صامدين. ذكر طه زاحت همومي، بذكر طه زاحت همومي، يا عينه اللي ويا ساقن قومي، وبقول بيتين مين يشبهك مين في الحسن والزين، بقول بيتين مين يشبهك مين في الحسن والزين، بذكر طه زاحت همومي، بذكر طه زاحت همومي، يا عينه اللي ويا ساقن قومي، بقول بيتين مين يشبهك مين في الحسن والزين، بقول بيتين مين يشبهك مين في الحسن والزين، الناس كانت في جاهلية، الناس كانت في جاهلية، سعدت بمبعاثك يا خير البرية، أهلا بذي الزين مين يشبهك مين في الحسن والزين، أهلا بذي الزين مين يشبهك مين في الحسن والزين، بذكر طه زاحت همومي، بذكر طه زاحت همومي، يا عينه اللي ويا ساقن قومي، بقول بيتين مين يشبهك مين في الحسن والزين، بقول بيتين مين يشبهك مين في الحسن والزين، بقول بيتين مين يشبهك مين في الحسن والزين. ألم تسمع يا أخي بما يجري هذه الأيام؟ نعم، أسمع وأتتبع كل ما يجري ويقال عبر كل وسائل الإعلام.
وليست هذه المرة الأولى التي يتطاول فيها الكفار على النبي محمد سيد البشر. إنهم لن يستطيعوا أن ينالوا منه على الإطلاق. ولكن ألا ترى أنها كثرت وتمددت هذه الإساءات؟ فهي بين الحين والآخر تأتي بشيء جديد 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 جديد. كل يوم يأتون بافتراء جديد. ألا ترى أن السكوت من قبل المسلمين على هذا زاد هؤلاء غطرسة وقبحا تجاه رسولنا الكريم؟ ربما، ولكن لن يستطيعوا أن يصلوا إلى غايتهم. يا أخي الأمر واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، وما هذه إلا فقاعات مصيرها إلى زوال بين ليلة وضحاها. علينا أن نهب لنصرة نبينا بعد الرسومات المسيئة. هذه أفلام تعرض وتصور وفيها من الإساءة الكثير، يجب علينا لا نغض الطرف عنها. صحيح، ما حصل شيء خبيث. لقد حاولوا مرارا وتكرارا أن يسيئوا إلى الرسول الكريم، ولكنهم فشلوا، وهذه المرة سيفشلون. ولكن هذه المرة فيلم سينمائي يا أخي، يعرض في دور السينما ومقاطع منه على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت. هذا صحيح، ولكن ما نحن فاعلون؟ نفعل أي شيء حسب ما نستطيع لنصرة الإسلام، للدفاع عن الرسول، عن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يا أخي العالم كله أدان هذه الفعلة القبيحة. هذا لا يكفي، الإذانة لا تكفي في عمل كهذا. علينا التحرك في اتجاه آخر كشباب مسلم. هنا توجد مصالح لهذه الدول يجب أن نفعل بها شيئا، أن نسقيهم من نفس الكاس الذي يسقوننا إياه. هل تقصد أن نعتدي على هذه المصالح؟ ولم لا؟ هذا آخر شيء يمكن أن نفعله. لست معك فيما ذهبت إليه، فهذا لن يزيد الطين إلا بالله. يبدو لي إنك لا تحبذ أن نقوم بعمل كهذا. يجب أن نقوم بأي عمل يعيد هؤلاء إلى صوابهم. لا، يجب أن نتصرف بعقلانية لنصرة رسول الله. يجب أن تكون في الحدود التي تحفظ لنا حقنا واحترام العالم لنا، ولا تصورنا إننا نحن المعتدون. الفوضى لا فائدة منها، والتدمير لا يؤدي إلى شيء، والقتل يزيد من قتل الأبرياء الذين لا ذنب لهم. والإسلام نهى عن القتل إلا بالحق. أرى أنك تريد أن تقول شيء. نعم، أنا مع التصرف بقسوة ضد هؤلاء حتى يرتدعوا ويعرفوا من نحن. ليس هكذا سيحترمك الناس، ليس هكذا. الاحترام يأتي بالتصرف الحسن، وبالتصرف الحسن نكسب حب الناس. الإسلام دين المحبة والتسامح والإخاء. إذا أخطأوا في حق نبينا فعلينا أن نعرفهم بهذا الخطأ، ونبذل قصارى الجهد في شرح ما جاء به الإسلام من تعاليم ومن أسس لحياة البشر، بعيداً عن النزعات الانتقامية المقيتة. لأننا بهذا نظهر الإسلام على حقيقته السمحاء، وليس كدين منتقم من الذين يناصبونه العداء. الإسلام
انتشر بالكلمة الطيبة، ولا بد أن نكون نحن أصحاب هذه الكلمة مثل ما كان أجدادنا. نظهر للناس حبنا لرسولنا بالطرق السلمية وبالحكمة، لا بردود الأفعال المتشنجة التي لا تخدم قضية. أنا لست معكم في هذا، أنا أريد الشدة ولا شيء غير الشدة. هؤلاء لا يفهمون إلا الشدة فقط. هون عليك يا أخي، هون عليك. نحن نريد كسب حب الناس في هذا العالم، وهذا لن يأتي عبر الانفعالات الغير محسوبة العواقب. إذا آمنت بما تقول ما الفائدة معنا ونبينا يهان ليل نهار من قبل هؤلاء الأوغاد؟ على رسلك يا أخي، كل شيء يسير على خير ما يرام، وسنكسب ود وحب واحترام العالم عندما نتصرف وفق منظور عقلاني لا غوغائي. عليك بالصبر، عليك بالصبر. نبينا صبر كثيرا على ما فعلت به قريش ولم ينتقم رغم كل ما أصابه من العذاب هو وأصحابه. وحتى وهو يفتح مكة ويدخلها منتصرا وتصبح رقاب المشركين تحت رحمته لم ينتقم، عفى عنهم جميعا. إذن لا بد لنا أن نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، في كل ما جاءنا منه من أقوال وأفعال هي في غاية الحكمة والتسامح والمحبة. كسب بها قلوب أعدائه ودخل جلهم في الإسلام ودافعوا عنه في مواطن كثيرة وحملوا راياته المنتصرة في بقاع كثيرة في هذا العالم. إذن إسلامنا ديننا دين المحبة، ويجب أن نكون المحبين للبشر جميعا في هذا العالم. عشق بعيوني النبي الهادي طب الفؤاد أيما طبي نور من ربي رحمة الهادي. النبي الهادي نور في قلبي عشق بعيوني النبي الهادي طب الفؤاد أيما طبي نور من ربي رحمة الهادي. النبي الهادي نور في قلبي عشق بعيوني النبي الهادي طب الفؤادي أيما طبي نور من ربي رحمة الهادي. سلوة الخاطر ذكره العاطر مثل ما الماطر سالف الوادي. جاء بالقرآن أحمد العدنان معجزة وبيان نور وقاني. النبي الهادي نور في قلبي عشق بعيوني النبي الهادي طب الفؤاد أيما طبي نور من ربي رحمة الهادي. دينه الإسلام للأنام إسلام تروي الأيام سيرة الهادي. لاحت بشارة منه وشرارة تحمل بشارة نجوها النبي الهادي نور في قلبي
عشق بعيوني النبي الهادي طب الفؤاد أيما طبي نور من ربي رحمة الهادي. طيب الأنفاس حب تاج الراس هو البنا والساس فخر أمجادي. عند مجمعنا بداعي الجنة راضي عنا عيد أعيادي. النبي الهادي نور في قلبي عشق بعيوني النبي الهادي طب الفؤاد أيما طبي نور من ربي رحمة الهادي. خلقه المزيون دعوة وفنون يكتسب الكون رغم حسادي. اذكروا المختار ليل أو بالنهار وللأخيار بهجة النادي. النبي الهادي نور في قلبي عشق بعيوني النبي الهادي طب الفؤاد أيما طبي نور من ربي رحمة الهادي. النبي الهادي طب الفؤاد أيما طبي عشق بعيوني طب الفؤاد طب الفؤاد. النبي الهادي نور في قلبي عشق بعيوني النبي الهادي طب الفؤاد أيما طبي نور من ربي رحمة الهادي. يرتكبون حماقاتهم أمام الجميع، يسيئون لنا، لديننا، لرسولنا. أيظن هؤلاء إنهم يقدمون خدمة جليلة لرسولنا العظيم؟ إنهم يظهرون الإسلام والمسلمين على غير ما هم فيه، يظهروننا كمجموعات غوغائية إرهابية جالحة إلى السرقة واللصوصية والتخلف والانحطاط.
ماذا يجري؟ لقد كنتم هناك على ما يبدو. نعم، كنا هناك. إنهم يدمرون كل شيء، ولكن لم نشترك معهم. يحرقون كل شيء، ينهبون كل ما تصل إليه أيديهم. من هم هؤلاء؟ شباب طائش متمرد على نفسه قبل أن يتمرد على الآخرين. ولما هذا؟ لما؟ ماذا جرى في تلك الأماكن حتى تحرق وتنهب وتدمر؟ يقولون لأنها ملك للكفار. صحيح، ملك للكفار، لكن هؤلاء ضيوف لدينا ولهم الأمان حسب الأعراف والقوانين، وحسب الشرائع السماوية، وحسب ما أتى به ديننا الحنيف ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من إعطائهم الأمن لهم ولأملاكهم. هذا والله تصرف غير مسؤول، يسيء إلى أصحابه وإلى مرتكبيه. يقولون لأنهم ينتصرون للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ضد ما صدر من قبل هؤلاء في بعض بلدانهم من رسومات وأفلام وغيرها. ليس هكذا تعالج الأمور، ليس هكذا تعالج الأمور. يجب أن نتجه إلى طرق حضارية للتعامل مع حدث كهذا. بهذا نسيء إلى أنفسنا وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يريده أعداؤنا. على شبابنا أن يكونوا أكثر وعيا وإدراكا لمثل هذه الأمور، ويبتعدوا عن رد الفعل المتسرع المسيء إلى قيم الإسلام. فلتبتعدوا أيها الشباب عن مثل هذه الأعمال، واسلكوا سلوكا حضاريا وحوارا عقلانيا. هذا صحيح يا والد، هذا صحيح. هذه أخطاء يستغلها أعداء الإسلام، وليس بهذه الطريقة ننتصر رسولنا العظيم. يجب علينا أن نعي ما يراد بنا ونتصرف بحنكة ورجاحة عقل، بعيدا عن ردود الأفعال الطائشة حتى نكسب الجميع. بارك الله فيكم يا شباب الإسلام، بارك الله فيكم. بأفكاركم النيرة وتصرفاتكم الطيبة نحافظ على كرامة الأمة، ويتفهم العالم رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأنتم فخرا للأمة الإسلامية، وبكم نسمع العالم صوتنا أجمع. إننا دعاة سلم وأمان لنا ولشعوب العالم أجمع.
رسول العالمين. فداك عرضي فداك عرضي رسول العالمين. فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقات وأعراض الأحبة والتقات. الله يا رسول الله الله يا رسول الله يا رسول الله الله يا رسول الله الله يا رسول الله يا رسول الله. ويا عالم الهدى يفديك عمري ويا عالم الهدى يفديك عمري. وما لي يا نبي المكرمات ويا تاج التقى تفديك نفسي تفديك نفسي. ويا تاج التقى تفديك نفسي. ونفس أولي الرئاسة والولاة ونفس أولي الرئاسة والولاة. الله يا رسول الله الله يا رسول الله يا رسول الله الله يا رسول الله الله يا رسول الله يا رسول الله. وذكرك يا رسول الله زاد وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة. وما لي جنان عدن من طريقين وما لي جنان عدن من طريقين بغير هداك يا علم الهداة بغير هداك يا علم الهداة. الله يا رسول الله الله يا رسول الله الله يا رسول الله الله يا رسول الله يا رسول الله الله يا رسول الله الله يا رسول الله الله يا رسول الله يا رسول الله الله يا رسول الله الله يا رسول الله الله يا رسول